كزبره مبدع بصراحه. اهلا بيكم. الحريفه الجزء الثاني واللي باسم الريمونتادا، هل كان حلو ولا الاستعجال في عمل الجزء الثاني بعد نجاح كبير للجزء الاول هيلبس الجزء الثاني في حيط؟ ده اللي هنعرفه في المراجعه دي للفيلم. لايك وسبسكرايب بقى، ويلا بينا على مراجعه فيلم الحريفه الجزء الثاني. الحريفه الجزء الثاني كلنا كنا منتظرينه من ساعه ما اعلنوا عنه، وزي ما كلنا شفنا وعارفين قد ايه الجزء الاول كان ممتع، وازاي قدر يدمج بين الكوميديا والدراما، وازاي قدر يكون قاعده جماهيريه كبيره فعلا، وبصراحه كان يستحق لانه احد افضل الافلام المصريه السنه دي، وما يفوتش كتير وفي خلال نفس السنه بينزل الجزء الثاني. والسؤال هنا، هل الجزء الثاني قدر يحافظ على نفس النجاح الجزء الاول ولا وقع في فخ الاستعجال؟ نصبر وهنشوف. فيلم الحريفه 2 بيبدأ من وقت ما انتهت احداث الجزء الاول. القصه بتكمل بشكل مباشر جدا، وده بيخليك محتاج تكون شايف الجزء الاول عشان تستمتع باللي بيحصل هنا. الشباب خلصوا مدرسه وكسبوا البطوله، فخدوا منحه ودتهم لجامعه من الجامعات الانترناشونال. فهنشوف بقى حته وششتاوي وباقي الشله اللي جايين من حتت شعبيه زي ما شفنا في الجزء الاول هيتعاملوا ازاي وسط طبقه جديده من المجتمع عليهم. ماجد بيجيله فرصه للاحتراف في البرتغال، لكن بتقابله برضه مشكله جديده كفيله انها تهدد مستقبله الكروي كله. فتطور احداث طبيعي وفكره يطلع منها شويه كوميديا ودراما كويسين. يعني نقدر نقول ان الجزء ده من الفيلم بيركز بشكل اساسي على تطور حياه الشخصيات اللي احنا عرفناها في الجزء الاول، وبيضيف بقى شخصيات جديده كضيوف شرف، كل واحد منهم مرتبط بفكره او ترند معين من ترندات السوشيال ميديا. وهنا بقى نقطتين، نقطه قوه ونقطة ضعف. نقطة القوة ان القصة الاساسية نفسها كانت قادرة تقف على رجلها ويتعمل منها فيلم حلو، وده شيء ايجابي طبعا. لكن النقطة السلبية بقى فكانت التركيز المبالغ فيه على الترندات والظهور المشرف لبعض الشخصيات المرتبطة بيها. كان ممكن ده يبقى اقل شوية، لاني حسيت ان الفيلم بيحاول يرضي كل جمهور ممكن، وده جه في الاخر على حساب التماسك والدراما في الفيلم. ونروح ونتكلم عن الشخصيات والاداءات التمثيلية. واحدة من اهم نقاط القوة في الفيلم كانت الكيمياء بين ابطاله. الشباب لسه قادرين يحافظوا على التناغم اللي شفناه في الجزء الاول. الشخصيات الرئيسيه زي ماجد وكزبره وششتاوي مكتوبه بشكل جيد، وردود افعالها منطقيه للاحداث، وان كان اداء غزل لشخصيه ششتاوي في الجزء ده ما كانش موفق زي اداؤه في الجزء الاول. التتنيح وانك تصدر لي رياكشن بقك المفتوح على كل اللي بيحصل ده كان اوت خالص يا احمد بيه. لكن نور النبوي بشخصيه ماجد وكزبره بشخصيه حته هم حرفيا اللي كانوا شايلين الجزء ده من الفيلم في النواحي الدراميه والكوميديه. وحاجه شخصيه، في شخصيه معينه عجبني انهم همشوها في الجزء ده وبيتركن على جنب، واعتقد ان ده كان قرار سليم علشان دايما ظهوره بالنسبه لي مش لطيف. وبالنسبه بقى هو مين اللي بتكلم عليه فهسيبكم تتوقعوا نقصد مين من اللي شاركوا في الجزء الاول وكان مفروض له مساحه، وتم تقليص دوره بشكل كبير في الجزء الثاني، واعتبر ده قرار موفق لان حبيب ماما ما بيعرفش يمثل واداؤه تقيل على القلب. وبما اني بقى بتكلم عن الاداءات فخليني اذكر كده رايي في فكره ضيوف الشرف الكتير اللي ظهروا في الفيلم ده، واقول ان ده تم كتير جدا. كترته قوي في ضيوف الشرف عشان كل ضيف هنجيبه بالترند بتاعه، فهنعمل من مشاهده احلى ريلز وتيك توك بعد كده، وفي القاعه برضو المشاهد دي هتجيب سكسيه. لكن هنا هقول حاجه مهمه، فكره استخدام الترندات دايما بتكون سلاح ذو حدين. لو ظهرت بشكل خفيف ومناسب فهتدي الفيلم حيويه وقرب من الجمهور، وده شيء كويس. لكن لما تبقى متكرره بشكل اوفر زي ما شفت فده اثر بشكل سلبي على تماسك القصه في الفيلم بالنسبه لي وطول مدته بدون هدف. ونروح بقى للكوميديا والدراما في الفيلم ده. الفيلم في الاساس هو فيلم كوميدي وقدر يقدم جرعه ضحك عاليه جدا. التناغم بين الابطال كان بيظهر في كل مشهد كوميدي سواء في الحوارات او المواقف. الضحك لما كان بيطلع طبيعي جدا لدرجه ان القاعه كلها كانت بتضحك بصوت عالي وباريحيه، نقدر نقول ما كانش فيه حزق يعني. لكن لما نيجي بقى للجانب الدرامي هنلاقي بعض العيوب. الدراما هنا مش بنفس قوة الجزء الأول خالص، وفي لحظات كتير حسيت إن المواقف الدرامية متسرعة أو مش مدروسة كويس. فلازم وأنت رايح الفيلم تحط في بالك إنك داخل تستمتع بفيلم كوميدي لذيذ وخفيف، وما تدققش كتير قوي في عيوب القصة والدراما اللي اتقدمت في الجزء ده. وبما اننا بقى بنتكلم عن عيوب الدراما وكده فخلينا نخش في الاخراج والانتاج. الاخراج كان ملتزم بروح الجزء الاول مع لمسات اضافيه في تقديم مشاهد الترندات والشخصيات الجديده. حركه الكاميرا كانت مريحه جدا ومختلفه من اول كادر في الفيلم، وده تطور كويس اكيد. لكن ما عجبنيش في الاخراج حاجتين: السلو موشن اللي كتير منه كان بلا هدف. مش معقول يعني كل ما حد يقرر يمشي في اي حته نعمل له سلو موشن. اوفر يا عم المخرج، اوفر.
وتاني حاجه هي مشاهد لعب الكوره. عجبتني مشاهد الحريفه وهم بيلعبوا كوره في الجزء الاول اكتر من الجزء ده رغم تطور الانتاج الواضح. وفي النهايه الحريفه الجزء الثاني فيلم مناسب جدا كخروجه خفيفه مع اصحابك او عيلتك. ولو كنت شفت الجزء الاول وعجبك فطبيعي تشوف الجزء ده كمان لانه هيعجبك برضه، وفي بجد لحظات كوميديه موفقه جدا وهتضحك فيها بجد. كزبره مبدع بصراحه. ونروح بقى لتقييمي للجزء الثاني من فيلم الحريفه واللي باسم الرومونتادا، وتقييمي هو 6/10. وده علشان الجزء الاول انا مديله 7. بصراحه شايف ان الجزء الاول كان احلى ومتماسك اكتر، ف6 على الجزء ده حلو قوي. ده كان رايي عن الفيلم، والمهم هو رايكم لو شفتوه وايه اكتر حاجات عجبتكم او ما عجبتكوش في الجزء ده. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، واستنوني في مراجعات جديده قريب. سلام.